حكيم زياش من مواليد 1993 من عائلة مغربية بسيطة مهاجرة في هولندا. حكيم غادي يعيش طفولة صعيبة وما كاين ما أصعب من فراق الوالدين، وفي سن العاشرة غادي يفقد الأب ديالو محمد زياش. وبعد الوفاة ديال الوالد ديال حكيم زياش، حكيم غادي يدخل في دوامة الإدمان على المخدرات. وهنا اللي حسن الحظ لقى في الجانب ديالو الأم ديالو والأقارب اللي غادي يساعدوه في الخروج من هاد الأزمة النفسية. ومن بعد ما كان كيتدرب مع فرق صغيرة تابعة للأحياء بهولندا، وبالضبط في سنة 2007 غادي تكون قفزة وبداية النجومية. ونجح حكيم في إقناع أكاديمية هيرنيفيان بعدما قام معهم باختبارات. ومن بعد ما قضى فترة الفئات السنية بالنادي والتي كانت مرحلة أبان على علو كعبه، في سنة 2012 غادي يتم تصعيد حكيم زياش للفريق الأول لهيرنيفيان من طرف المدرب فان باستن، وبعدها غادي يتم استدعائه كذلك للمنتخب الهولندي لأقل من 22 سنة. وفي الموسم الأول مع فريق هيرنيفيان غادي يسجل 9 أهداف ويصنع 9 أهداف، وكذلك فاز بأحسن لاعب في الفريق. وغادي تبدأ الأعين الأندية في إرسال طلبها للتعاقد مع حكيم زياش، لكن حكيم زياش اختار تفينتي الهولندي اللي غادي يقضي معاهم موسمين. في هذه الفترة غادي يتم استدعاء حكيم زياش من طرف المنتخب الهولندي بقيادة فان خال في قائمة الموسعة للمونديال سنة 2014، لكن في الأخير تم إسقاط اسمه وبعد قضائه لموسمين مع تفينتي الهولندي، حيث سجل في الموسم الأول 11 هدفا، والموسم الثاني غادي يعرف توهج حكيم زياش وغادي يبصم على موسم رائع غادي يسجل فيه 17 هدف و10 تمريرات. وفي صيف 2016 غادي تنهال العروض على حكيم زياش من خارج هولندا، لكنه غادي يفضل البقاء في هولندا وغادي يوقع مع أجاكس، وكذلك اختياره لتمثيل المغرب على حساب المنتخب الهولندي مع نادي أجاكس. غادي يدوز 4 مواسم من سنة 2016 إلى 2020. أفضل مواسمه الكروية غادي تكون مع نادي أجاكس سواء على المستوى المحلي أو على دوري الأبطال أوروبا. وبعد تألقه مع أجاكس أمستردام وارتفاع أسهمه، حكيم زياش وفي صيف 2020 غادي تكون الوجهة إلى لندن وبالضبط إلى نادي تشيلسي. وبعد انتقاله إلى النادي اللندني تشيلسي عرف مستوى تراجع بسبب قلة المشاركة مع النادي اللندني. أما على المستوى المنتخب الوطني فيعتبر حكيم زياش من نجوم المنتخب الوطني المغربي، لا سيما وأنه قدم مونديال كبير في قطر. وإلى حدود الساعة تروج أخبار عن انتقال حكيم زياش إلى النصر السعودي لمجاورة الدون كريستيانو رونالدو.